هبدات الأسبوع معنا بالمركز الخامس، وهون لازم ننوه إنه بالمركز الخامس كعقوبة، لأنه أجبرنا أثناء الإعداد إنه نجي على حالنا ونتفرج عليه 3 ساعات متواصلة، ويلي هو تاني أفضل كومبارس بالعالم عماد نجار. كل من نسب جريمة لبشار الأسد هو شاهد زور. خطاباته موجودة، أنا الوحيد اللي كنت عم بحكي عن خطاباته وعن الثغرات اللي بخطاباته. أما جرائم بشار الأسد أمر بقتل العالم بالكيماوي. مين قال؟ يا عمي بدي أعرف مين المجرم الحقيقي، مين اللي ضرب براميل متفجرة. ضباط بالجيش ضربوا براميل متفجرة، وقت اللي قالوا له لبشار الأسد على البراميل المتفجرة قال له لا مو براميل متفجرة، هي قنابل بدائية الصنع، وهذا من حقي كبلد. بس الكيماوي بدي أعرف مين اللي ضرب الكيماوي، لأنه أكيد مو بشار الأسد، ما أنه مضطر، هذا بيعمله اللي كان محاصر. أما المركز الرابع على عكس الخامس استحق هالمركز لأنه فيك تصيده بسهولة، واللي هو سمير متين اللي عنده الهبدة مثل شربة المي. سوريا اللي بتعرفوها بال 185 كيلومتر انسوها، تتقسم كونفدراليات إذا كان الشعب السوري واعي. نوصل للفيدرالية اللامركزية مثل ألمانيا، مثل بريطانيا، مثل الإمارات، دولة موحدة عاصمتها دمشق، مجلس نواب بكل المحافظات. أما تفكروا نبقى دولة مركزية مثل ما هلا عم يحلم الشرع، هذا من الاستحيلات 3، هذا المستحيل الرابع. بالمركز الثالث بشار إسماعيل يلي ألف قصة بعبرة ليفرجينا إنه خلينا ساكتين. الفيل هلأ لما بدهم يصطادوه بيحفروا حفرة كبيرة وبموهوها. هلأ لما بيوقع فبيجوا مجموعة لابسة أخضر وأبيض وأسود وبيضلوا يقتلوه للفيل وبيزلوه لحتى الفيل يصير يستغيث. بيجوا مجموعة تانية لابسة أزرق وأبيض بيطعموه وبيمنعوا هدوك من ضربه، وبيبلشوا هن يقدموا له لهالفيل كل ما هو بحاجة إليه. فالفيل بصير يشوف هدول جماعة الأزرق والأبيض بياخدوا العقل، بعدين بيشيلوه من الحفرة وبيساووه عبد. هذا الفيل رح يضل عبد كل الأمر، وهدول شو موقفهم وشو الفائدة يلي حققوها من وراء هذه المسألة؟ أما المركز الثاني الأستاذ مفلح محمود الزعبي اللي طلع يخبرنا إنه البابا كان يطرق الكف لحافظ الأسد وما يسترجي يرفع عيونه. والدي كانت العلاقة حصرية ومباشرة مع حافظ الأسد بأدق التفاصيل بالدولة إلى أعقدها. طائرات الإيرباص كانت هي أكبر صفقة الحالة المدنية. حافظ الأسد كان عنده مشكلة كبيرة مع التكنولوجيا، وأنا بعرفه لبشار، حافظه بصر. نملك منزل واحد في مشروع دمر اللي ساكنة فيه والدتي، واللي صار فيه عملية اغتيال لوالد بشار. وقت اللي بلش يتدخل بالشأن الحكومي كذب على الوالد مرات عديدة، وهذا لازم يكون بالسجن، ما لازم يوصل لمرحلة انه يصير وزير. أما المركز الأول إلى أبد الآبدين الشيخ العلماني المدني المستقل اللي الكل متوقع مين هو، مركز بوسلمان. إذا عرفتوا مين هو اكتبوا لنا اسمه بالتعليقات. نحن بنطلب من كل شرفاء العالم، وهذا الأمر بشكل دائم عم نكرره وعم نطلبه من كل شرفاء العالم، من كل الدول الحرة والشعوب الحرة، بأن تقف بجانبنا كطائفة درزية بالجنوب السوري لإعلان إقليم منفصل لحمايتنا لأبد الآبدين.